اختتمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 58 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة مصر والكويت والبحرين والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وموريتانيا. ودعا الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية وتفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب. بتشكيل لجنة لتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة، اختتم المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب أعمال دورتهم 58 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. الاجتماع الذي حظي بحضور لافت للوفد الفلسطيني برئاسة وزير العدل الذي وضع الوزراء في صورة ما يجري على الأرض من إرهاب دولة الاحتلال. لا يمكن الحديث عن هذه الجرائم التي تتعلق بمكافحة الإرهاب دون الحديث عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، بحق الأرض الفلسطينية وبحق المقدسات الفلسطينية، والتي تعتبر من جرائم الحرب ومن جرائم العدوان ومن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، والتي يجب محاكمة إسرائيل عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يكون هناك تضامن عربي وتعاون قضائي عربي لمواجهة ولملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. الاجتماع ترأسه وزير العدل السعودي وشارك فيه أعضاء المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب. قرر إعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون. موضوع الإرهاب وهو ده أول بند على جدول أعمال هذا المكتب اللي بيحضر للمجلس في نوفمبر القادم، إنما هو الاجتماع في طبيعته فنية. برضو ده ما يمنعش إنه بعض الأمور السياسية بتطرح، يعني زي ما وزير العدل الفلسطيني كان موجود في هذا الاجتماع باعتباره عضو في المكتب التنفيذي، وطرح بعض الأفكار الخاصة بمكافحة الإرهاب بالنسبة لدولة فلسطين. قرارات المتعلقة بالقوانين الاسترشادية والدراسة الخاصة في مركز التدابير الاحترازية لمنع الجريمة المنظمة والمستحدثة والإرهابية. اجتماع عربي لمناقشة أبرز القضايا الراهنة على الساحة العربية، ربما أبرزها مكافحة الإرهاب، ذلك السرطان الذي ينتشر في جسدنا العربي كالنار في الهشيم. ولكن يبقى الإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هو الأكثر ضراوة، فبات بحاجة لمواقف عربية ودولية فاعلة. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، من مقر جامعة الدول العربية